يقول لك البورت اللي هو البورت بعيد عن البتاع عشان الواد لا ما الواد ما يجيش. فبنقول ايه البورت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بطانيه من امه 3 كيلو ونص اللي هي بتاع سنتامورا دي والحاف فايبر كمان عليه. يبقى انت كده كانك مغطيه بالاثنين. فاي بني ادم طبيعي ما يستحملش ان هو يتحط تحت منه كمان واحده ثانيه بطانيه من امه وزن 5 كيلو بالنسبه للعيال هم بتوع العيش. هو بيبقوا جايبينها كده عاملين حسابهم ان دي 5 كيلو بتاعت العيال ودي 7 كيلو بتاعت العيال، دي بتبقى صغيره وبعدين 7 كيلو بقى الكبيره اللي هو السعودي دي هم اللي بيجهزوا كلهم بقى بيجيبوها. دول بقى ما انا هكملك بص اصل انا يعني اللي هو ايه انا جبت اخر الامهات النهارده من بعد ما شفت بصي الروس والالمان امبارح الغردقه تلج زي هنا وحوالينا صحراء واللبس كده من بعد الساعه 6 وما قبله مفيش لبس خالص ومعاهم بيبيهات زينا بالظبط ورجليهم مكشوفه وشايلينها لدرجه ان كان في جده بتلاعب عيله صغيره البنت عندها سنه مقعدها على السيراميك في وسط الهول بتاع الاوتيل وسايباها على الارض كل شويه تعدي من جنبها تحط لها لعب وتجري تاني من حواليها. دول روس دول الجو عندهم برد والجو عندنا برد اوريدي دلوقتي. ركزي بس في الكلام ده. طب ما هم خايفين على عيالهم احنا خايفين على عيالنا من البرد معلش هم دول برضه مش شقطاء ما هو برضه عياله بني ادمين زينا زيهم. طب ما هو طبيعه جسمهم كده فاحنا ايه اللي يمنع من اننا نعمل موديفيكيشن لجسم العيال ان هو يتطور بحيث ان هو يبقى يساوي امريكا والدول المتقدمه اللي بيحطوا طحينه مع كفته. واخيرا لما دي تبقى احلى واحده ودي تبقى اجمل حاجه طب ادي هدوم ليه؟ لما نيجي نبص بقى كده بنفتش في الهدوم نكتشف ان العيل الصغير اللي كان هنا من شويه كان كام حته؟ كان 4 بلوفرات كان 4 بلوفرات وطقم بنطلونين وحماله وجاي تقول لك الواد بيتشنج ليه؟ وبنطلونين بنطلونين. ده استني بس ما انا هكملك بس والست كانت مكلماني بقى اللي هي ايه اللي كان الواد كان بتيجي قوم ايه بقى؟ بابا عاوز يتفرج من قريب فاحنا كده الواد مش ما بيبانش الا نستاذن الاهل فيعني كده فبنقول ايه؟ طب لو على الجمال ده كله هو انا بلبس الهدوم دي ليه؟ اصل هيبرد. ما هو السؤال طب ما هو لو هو كده ما انا الاول ان انا احطه عريان. طب ما احنا ملبسين على قد ما نقدر يا دكتور. طب ما طالما انت لبست يبقى ما يلبسش اللي بره ده. طب احنا خايفين عليه من الهواء. عادي حضرتك ببساطه جدا بتاع السكارف اللي معاك كده ولا تحطها عليه وخلاص خلصت على كده. ده اخفهم مين؟ اخفهم ده مش محتاج اكتر منه. تطبيقتين صغيرين انا بقيت بمشي بيه دلوقتي عشان خاطر حاجات كده. لا تجادل يا اخي. امي اكمل بس. فماما تقول ايه؟ اصل احنا خارجين فالجو بره هوا. اروح سائل سؤال جميل قوي زي ما سالت بابا كده هو هوا ولا ساقعه؟ ركزي كده لو هوا يبقى اللبس مكفيه ولو ساقعه يبقى هدومه كفته. تمام. خدي بس السؤالين اللي بعديهم. طب ولو الهوا ولو هدومه مكفياه طب لابس ده ليه؟ عشان هي دماغ ماما. ركزي كده فماما خايفه هي ماما مش فاهمه هي ماما خايفه فخوفها منعها عن حاجات كتير. طب بلاش اصل احنا خارجين فبسال سؤال هو السقوعيه جوه البيت ولا بره البيت اللي اسعى اكتر؟ بره. بذمتك انا راضي ذمتك. في زايد والدول المتقدمه الشقق تلج بره الدنيا دفا وقديما كنا بنقولها للناس كده الواحد وهو جاي من بره بيقول ايه يا لهوي السقوعيه مقابلاني في الشقه تخبط عظمي لكن انا جاي من بره حاسس ان دافيان. واخيرا الشقق المتقفله مهما كانت متقفله واحده تقول لي ايه قفلي. هل التقفيل يمنع السقعه؟ انت بتخش الشقه من دول اول ما بتفتحي بتلاقيها ساقعه. طيب ما عشان خاطر ندفي المكان نعمل ايه؟ شغل التكييف سخن وخلاص خلص. قضي الامر. التكييف متجاب معمول ساقع عشان يدفي عشان يسقع في وقت الحر ومعمول ساخن عشان يحرر وقت السقعه. اشتغلنا في الليله دي هترتاحي. قعدنا نقول بقى مع الاجانب ومش الاجانب واقول لحضرتك ربنا يكرمك وتقعدي في كندا. الشقه اللي انتوا هتبقوا قاعدين فيها هتلاقيها نار من جوه ولما تيجوا تطلعوا يجي هنا حد بقى هنا في بلاش عزبه النخل عشان حبايبنا كلهم حد في زنبيل الجبل حته يا ستي من الزقازيق من عندنا عشان انا هشتم في اللي اقدر عليه. ماشي يقول لك ايه ما هو لو خرج من ساقع مش هيبرد. ما هو لو خرج من ساقع تدريجي مش هيبرد. لكن لما يبقى لابس كل اللفه دي كلها ومقفل على نفسه وجايب الجاكيت كله على راسه وبعد كده وهو قاعد ومدفي نفسه ببطانيتين وفتح شباك البلكونه ونط منه ما هيبرد مش هيموت. بس في الفيديو بقى خلصت كان لازم المقدمه دي وكان لازم